انتخابات تصير، أنا أقدم استشارات الكويتية، وعندي الملف الكويتي في العراق منذ عام 1970. زين. ولهذا شوف أخذ كتابي أسوار الطين، أخطر كتاب عن موضوع الكويت والحرب العراقية الإيرانية، منين جاية؟ من معلوماتي الخاصة، كتاب زين. كامل 400 صفحة 300 صفحة. زين. رحت للكويتيين، والكويتيين يستمعون لي بإصغاء. قالوا لا، أنتم قائمة بعثية وإحنا نخاف منكم. وأنه صالح المطلق وزع مذكرة في مجلس النواب سابقا، نعم. يقول فيها أن الكويت عراقية وكذا، والمطلق تريدون يصير وياكم، احنا ما نقبل. بينت لهم أن هاي المعلومات اللي وصلتكم عن صالح المطلق خطأ، يا إما واحد بايع لكم معلومات كذب، نعم، أو واحد مزور معلومات وجاب لكم إياها زين. للتنكيل بصالح المطلق. زين. وفهمتهم الشيء، وسويت عمل أكبر من هذا حتى الأمور تستقيم. قلت لهم هو حتى حزب البعث متندم من أنت اليوم رح الشيء اللي حيصير شيء، عندكم شجاعة بالسومرية تقول كلامي لو توقفوه كالعادة؟ ما حد يوقف، ليش كالعادة؟ ما صايرة ويانا سابقا لا، بالسومرية عندي شيء سابق. نعم. زين، هذه فيما يخص الكويت. لك العفو، آسف عزيزي، أنا رح تسمع كلام يا بعد وين بعد وين. قالوا متى تتحملون هذا الكلام؟ احكي يلا اسأل. كمل استاذ. لا ما تتحملوه ولا تتحملوه. لا تفترض مسبقا انه راح نقطع شيء. زين، خلي يصير نوع من التحدي بيني وبينكم. زين. هي ولو في البلد الليبرالي وفي مدينة الليبرالية العربية بيروت، لكن السومرية تأخذ بعض المواصفات العراقية. زين. في كثرة الاحتراس. مو شيء لعد قلبي تجاوبني، كمل. الكويتيين قالوا البعثيين إلى الآن نعم يقولون الكويت عراقي. قلت لهم لا، ماكو حاجة. حتى عزة الدوري أنا فهمت الحزب أعرفهم يجون، يعني أنا شيخهم، أنا أقدم واحد في حزب البعث، بعد مو يواصل حياة السياسية يوميا منذ عام 54 إلى يومنا هذا. زين. وأنا شيخهم، يجون يقولوا لي المحرم على آخرين، ما محرم علي، أنا أتصل بالأحزاب المحرمة. ايش قالوا لك الكويتيين؟ قال لي شلون؟ قال لي، قلت له لا، عزة الدوري عنده رأي آخر. عزة الدوري يقول لك احنا اخطأنا في احتلال الكويت. قالوا وينك ايش حكي؟ قلت لهم زين اسافر وارجع لكم. سافرت رجعت جبت لهم سيدي عزة الدوري. شنو بي سيدي؟ يقول ان الكويت احنا اخطأنا في احتلال الكويت وبه اعتذار للشعب الكويتي. شو وقت تاريخ تسجيل هذا السيدي؟ قبل الانتخابات. يعني انت رحت التقيت به؟ لا، بس يجوني يمي، انا ما اشوفه، ما اعرف الرجل هو حتى اذا هو على قيد الحياه ام ميت، ليش انسان زين. هذا فيما يخص الكويت. بس اعرف انه الحزب موجود وتنظيماته ورجاله، هذا حزب صار له بالعراق. والسعوديه وباقي دول الخليج؟ السعوديه ما عندها محاذير من حزب البعث، بالعكس يشجع البعثيين. شو انت صرت تتحدث باسم حزب البعث؟ بدنا نحكي انت كلفت الجهد الانتخابي للعراقيه. اي، هاي القائمه العراقيه. القائمه العراقيه بدون حزب البعث ما تحصل 15 نائب. هذه كلها حصه حزب البعث. والان لهذا اقول لك من هو فوق الموجودين الان، اللي قلت لك اكو ناخب الرئيسي. حتى لا تتفاجئون بهاي المعلومات. هذا الكلام في محاضره القيتها اثناء قبيل الانتخابات العراقيه في جمعيه الصحفيين الكويتيين بالكويت. زين. قلت هناك 3 ناخبين في العراق في الانتخابات القادمه، ايران وامريكا وحزب البعث، اختاروا واحد منهم. فهذول قاعدين كلهم باتجاهات عربيه. زين، وين يروحون؟ ايران قسم وطني يقول لك ما يصير امريكا، قسم عروبيين يقول لك ما يصير ايران. فرفعوا قسم من البقاع قالوا لا احنا ننتخب مال البعثيين ولا هم البعثيين احتلونا. هذا الواقع العراقي. انا ايش هذا الكلام قلته وموجود في 20 صحيفه كويتيه، واذا تريد الان تصور اي وثيقه اعطيك اياها، انه باليوم الثاني 20 صحيفه و15 صحيفه كويتيه، المانشيت الرئيسي مالها فلان عني الانتخابات العراق، هناك 3 ناخبين اعدوا قوائم الانتخابات. زين. امريكا وبريطانيا وايران وحزب البعث.
وانتم امام هاي الشغله هذه بعد هذا واقع. هذا المن يضحكون عليه، علي من يضحكون؟ كان اداره يجون يقولوا حسن علي وطلع العراقيه. لك منو انتم بدل من العراقيه؟ لك العراقيه مو مالتكم، العراقيه مال اهلها مال اصحابها، باكر كلكم يطردوكم. طيب هذا الجهد الانتخابي كان من ضمنه ان جبتوا اموال حتى تدار الحمله الانتخابيه، لو فقط جهد سياسي؟ يعني جبت فلوس انا شخصيا نعم. لا، لانه اذا متى، لانه الفلوس مو عندك، عندهم هم ارقام حسابات ويودون الفلوس بارقامهم، هم مو بارقامي. زين. انا ما عندي هذا، هاي الغلطه مالتي، لانه بالتفويض اللي عندك شوف تفويض انه وله حق جمع التبرعات للقائمه العراقيه. زين. فانا لي حق اجمع تبرعات وبالشو اسمه، بينما اعطي رقم القائمه العراقيه اللي ما يجوز رقم شخص بهم ما ادري، جمعوا تبرعات. لابد ان الخليج تجمع تبرعات. انا مره قعدت بمحاضره، القيت محاضره بمكان. نعم. قالوا لي احنا مستعدين نتبرع بكذا كذا، المن قلت لهم روحوا تبرعوا العراقيه. زين. تبرع الكثير بالخليج. زين. تدز لنا على شاي حتى نوقف بفاصل؟ يلا. أحبتي المشاهدين، نتوقف في فاصل أول، نعود بعده لمواصلة هذا الحوار.